السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 20/4/2026 يوم الاثنين. الليلة طبعا مع ميارين البواسل والمياريمات بتاعت فاشل السلطان، الناس اللي قدموا تضحيات على مستوى ولاية شمال دارفور، اللي هو المعروف لا يعرف دائما طبعا أمة الجيش أو أمة ترورو كلهم، اللي هو أمنا وأخوتنا سارة كلاش. وأيضا المعروف لا يعرف أمة الجيش وأمنا كلنا برضو إنسان. فسارة كلاش، نبدأ بسارة كلاش بعد ذاك نرجع لإنسان. سارة كلاش ما معنى سارة كلاش؟ وكده عرف الناس ذاته سارة كلاش شنو، والاسم ده جاء كيف بناء على شنو، والمعارك اللي حصلت على مستوى الفاشر كان انت قاعد تقدمي شنو وشنو وشنو وشنو. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة والمغفرة لشهداء الأبرار جميعا، شفاء عاجل للجرحى والمصابين، وأوضح بيد لكل المفقودين، وربنا يفك العسكر إن شاء الله. تهية والتجلة لكل أبطالنا البواسل في جميع المحاور اليوم. الله أكبر الله أكبر، مشترك فوق مراد فوق، ألف مبروك الانتصارات القادمة ولقدام إن شاء الله. معكم أمكم وأخوتكم سارة كلاش من مواليد منطقة لبدو عام 1987. ترعرعت في منطقة لبدو وأحلت من منطقة لبدو، انضميت للحركة وجيش تحرير السودان جناح مناوي في 2004، وما زال العام موجودة. أنا طبعا مقاتلة ميدانية منذ 2004، وكانت معركة في حرب الكرامة في داخل ولاية شمال دارفور الفاشر. كانت معارك شرسة جدا في اليوم، بنخوض أكثر من 6-7 معارك، وخوضنا المعارك الشرسة جدا حوالي 287-88 ماشي على 300 يعني أقل كده. وثم نحن بدينا من معارك. أول مرة ظهرت في تحرير بوابة حلوف، كنت سايق العربية بتاع بانديرو معي الرفيقات يعني مجموعة. وبعد ذاك يهو بدينا بطريق 40 في 15/10/2024، وصايدين المعارك منذ الزمن ده، وكنا موجودين في الفاشر. وعملت مبادرة، اسم مبادرة كلنا فاشر والله ينصرنا، بين قوسين مطبخ سارة. بنمشي المعارك، بنجي راجعة، بنطبخ الطعام ونوزع للمرضى والمقاتلين، وبندي لأصحاب الحوجة برضو معنا. طيب كنت في بوابة حلوف سايقة بانترو. الناس ما بتعرف بانترو شنو. بانترو الحي الثاني اسمه الثاني له كان شنو وهي متحرر بوابة حلوف. بانترو ده أصلا احنا نقول لها بانترو ده باللغة الفرنسية معناه 23، يعني مدفع 23. طيب ده نبذة خفيفة عن سارة. نرجع لأخوتنا وأمنا إنصاف. تفضل إنصاف. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل الرفيقات والرفاق في درب النضال. معاكم شخص ضعيف، أنا إنصاف عمر بركة، وبترحم على جميع شهداء الوطن العزيزين الذين دفعوا أنفسهم غالية النفوس في قدام هذا الوطن الكريم. وتحيي المرأة أينما كانت، والتحية خاصة لنيرم الفاشر، هي كانت قدمت الغالي والنفيس في أرض الكرامة. أنا من مواليد نيالا تبدية الكرم، كونغو، شارع الكونغو تبدية الكرم. ترعرعت بالبوس في المناطق الصغيرة، هي البوس في حتة اسمها الجديبة. ثم جيت البراجل واتزوجت لي 4 شباب ما شاء الله. وقعدت في كل مكان. في 2003 كنت اشتغلت في منظمات أسر في حرب 2003. بعد المنظمات نحن كان جزء لا يتجزأ من قائمة حركة دارفور الكبرى.
كنا طالعين لجناه من أكون الناوي في قسم المكتب السياسي، ثم أتنا نيالة، وبعد ذلك انتقلت إلى المكتب العسكري. لكن أنا ما كنت مقاتلة، بديت المقاتلة في 2025. في الفاشر نحن بدينا المعركة، وكنا في الأحراش مع سار كلاش جنبا فجنبا. بدينا مشاريع القتال، من القتال بدينا علاجات في المستشفى الجنوبي. كان الأخوات كسر، معنا أخواتنا كسر في السلاح الطبي، في المحاور وفي التكايات، لكن كان أكبر تكاية فعالة هي كلنا فاشر، والله ينصرنا أن إحنا بنعمل وجبة للمرضى، وثم تاني بنيجي نعمل شنو؟ وجبات للدفاع. وبنعمل القميص طويرة ده، بتعرفوا أي زول في دارفور بيعرف القميص طويرة، بنعملها بكميات برضه بنوزعها للمقاتلين. كان الشغل نحن بديناه، ولكن بدوا معنا أبناء الكيان في خارج السودان وأبناء السودان بصفة عامة. يعني نحن أسر الناس قدموا لنا الدعم عشان شنو؟ بقينا قويين بهم. هو ناس أبو حمد، عندنا ناس في ليبيا، عندنا أبناء المهجر ده، يعني كسر كل الولايات في مهجر السودان. فقلت لك ما قدم لنا، يعني ما بقدر بذكرهم كتار، لكن الشد القوي لنا نحن. يعني بنمشي المستشفى، جينا من المستشفى بنعمل للمهور، من المهور بنعمل نمشي المستشفى، بنجي راجعين. لو هناك في كتمة ثقيلة صار كلاش يلا يتحركوا، بتشيل لنا السلاح تقدم، وإحنا معاها في المحاور. وعندنا أخوتنا أم حلاف في المحور الغربي، وآسيا الغليفة في الشرقي، وعلينا في الجنوبي وفي الوسط. طيب سارة، في آخر منطقة اللي هو كان حصل فيها معركة شرس جدا في شارع 40، اليوم ده كان يعني أنت قدمت فيه الكفاية وقدمت ما شاء الله، فكده ادينا نبذة عن اللحظة دي، وادينا وصية للشباب الموجودين الآن على مستوى المحاور، والآن الموجودين اللي هم قاعدين يحاولوا يصلوا للمحاور. تفضل. في يوم 10/5 كانت معركة شرسة جدا في شارع 40، من تقاطع 40 لامتداد الكهرباء والميناء البري. كانت خضنا مع أكثر من 10 معركة شرسة في نفس اليوم، كانت منصورين، يعني انتصرنا انتصار كبيرة جدا. قبضنا منهم العسرة وقبضنا منهم العربات، حتى علي يعقوب كان خلى مركوب ومشى في نفس اليوم، لقينا عربيته استلمنا بعض الأشياء حقه. وأنا بقول لكل شباب الموجودين في المحاور، أقول لكم مراد فوق ولقدام، وإن شاء الله نحن معاكم جنبا بجنبا وللأمام وإلى الفاشر، امتدادنا للفاشر ثم نيالة ثم زارينجا ثم أمدافوق، نحرر شبر شبر إن شاء الله. هنحرر أرضنا من الخونة الجبنة الحرامية، يعني هم خونة وجبنة، إنما ليس دعم سريع، إنما هم جري سريع، وهم جبناء وخونة. ونحن معاكم إن شاء الله أبطال، إن شاء الله الانتصارات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل القوة الفاشل جوا، كل القوة الفاشل جوا بإذن الله. ودمتم بخير، ودائما ندالاتكم هنا مستمرين، هتلقونا مع سارة كلاش وإنصاف يحكوا لنا كثير عن الحاصل وأن حصلت حتى معاناة. اليوم طلعوا من فاشل لحد ما وصلوا البلد ده برضه هيحكوها في الحلقة الجاية إن شاء الله. مراد فوق وكل القوة.